أن يزهدكم فيما صليتم. صلواتكم التي صليتموها هي من أعظم ما قربكم إلى الله، فأبشروا وقرة عين لكم. أحبتي، هناك كلمات قد يخطئ من يتحدث بها في عرضها، وقد يخطئ من يتلقاها في فهمها فتوحشه من صلاته، وأذكر ثلاثا منها: الكلام عن الإخلاص، الكلام عن الخشوع، الكلام عن القبول. فأحيانا يتحدث عن الإخلاص كأنه لغز غامض لا يدرى ما هو، فيشك كل في إخلاصه. يا حبيبي، الإخلاص هو ألا تقصد بعملك إلا ربك. ولا أعلم مصليا يصلي يطلب رضا غير الله. يا حبيبي، من بعثك في بيتك حتى قمت فتوضأت؟ إن الوضوء شهادة لك بالإيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا حبيبي، هل مشيت إلى المسجد ونفسك تحدثك هل فلان في المسجد سيراني؟ أو هل فلان ينتظر؟ قطعا لم تمر هذه الخطرات على بالك. إذن فاهنأ بإخلاصك. ثانيا، الخشوع. يقدم الخشوع وكأنه وصفة سرية وخلطة لا أحد يعلم ما هي. يا حبيبي، أنت خاشع في أكثر صلواتك. أتدري ما الخشوع؟ الخشوع أن تذكر الله بإجلال، وتسأله بتضرع، وتسجد له بتذلل. اهنأ بخشوعك. أما الثالث فهو التشكك والتشكيك في القبول. أنت تصلي لكن ماذا قبل من صلاتك؟ أنت صليت بس ما تدري هل قبلت صلاتك ولا ما قبلت. وكأن الصلاة مغامرة ومخاطرة، ما ندري تقبل أم لا. لا يا حبيبي، اعلم أن الله ما ابتعثك لتصلي إلا وقد قبلك، واعلم أن الله عز وجل ما أقبل بك إلا ليقبلك، واعلم أن الله ما اختارك لتكون ممن يقف بين يديه يقول الله أكبر، ثم ينحط إلى الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى، إلا وهو يريد أن يعطيك ويكرمك وينيلك ويفيض عليك. احذر أن تظن بربك ظن السوء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهل أظن أنني أقبل على الله ثم يطردني وحاشا عظمته؟ هل أظن أنني أقول يا رب ثم يحرمني؟ لا والله. أبشر بصلاتك واهنأ بها. كل صلاة صليتها فقد رفعتك. إنما حديثنا لتكون صلاتك أكمل وأجمل وأفضل وأعلى وهي عالية. إياك أن تظن أن أحدا يقبل على الله ثم يطرده، وهو الذي يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ختاما، اعلم أن علامة القبول لصلاتك أنك صليت. اعلم أن علامة القبول لصلاتك أنك أتيت وقعد غيرك وصليت ولم يصلي غيرك وذكرت ونسي غيرك. هذه أول بشائر القبول، فاهنأ بها واستبشر، واعلم أن الله ما أقبل بك إلا ليقبلك. أما الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين فبشراك بشراك وهنيئا لك هنيئا. والسلام عليكم ورحمة الله.